السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هعرف حضراتكم معلومة بسيطة ممكن تنقذ لك حيوان انخفضت درجة حرارته لأي سبب من الأسباب. الخروف اللي قدامنا ده انخفضت درجة حرارته بسبب ان هو غرق او وقع في حوض الشرب، وبالتالي فضل في حوض الشرب فترة طويلة في فترة الفجر والصباح الباكر. فالفترة الطويلة ديت أدت لأن درجة حرارته انخفضت بشدة، وبالتالي فما كانش قادر على مواصلة الحياة. معدل التنفس بتاعه انخفض خالص. أول حاجة عملتها معاه إن أنا حاولت إن التنفس يرجع طبيعي مع الخروف. طبعا حتى بعد التنفس ما بقى يعني مستقر إلى درجة ما، كان الخروف برضو غير قادر على الحركة. طبعا عينيه كانت مغمضة تماما، يعني كان في وضعية اللي هو فاضل له وقت بسيط ويموت. الهدف هنا ان احنا نرفع درجة حرارة الخروف ده بأسرع وقت. هو خروف عمره تقريبا من 4 ل 5 شهور، ووزنه تقريبا في حدود يعني 20 كيلو تقريبا. طبعا هنا زي ما احنا شايفين لو بصينا عليه مغمض عينيه تماما، يعني مش في وعيه تماما او داخل في غيبوبة، لكنه لسه حي وبيتنفس وبيحرك رجليه زي تشنجات بسيطة كده، اللي هي من محاولة ان هو يخرج من الحوض ولكن غير قادر، وبالتالي كان في دايما في تشنجات. ولكنه زي ما انتم شايفين محطوط على الترابيزة ده مفيش اي حركة غير حركة الرجل، حركة بسيطة خالص. هنا بمجرد انك ترفع له درجة حرارته هيبدأ في استعاد وعيه، وهتبدأ أجهزة الجسم المختلفة في العمل. رفع درجة الحرارة ممكن تستخدمه في المواليد حديثة الولادة. المواليد حديثة الولادة بتحتاج ترفع لها درجة الحرارة. لو انت لقيت المولود نازل مش قادر يتحرك زي كده وقست درجة حرارته ولقيت درجة حرارته منخفضة، هتستخدم الطريقة دي. طبعا هنا زي ما احنا شايفين الترمومتر لما أرى يعني درجة حرارته تعتبر ما اتقرتش خالص، يعني درجة حرارته أقل من 34 درجة مئوية. هنا حاولت إني أجيب مية وأدف فيها الجلوكوز. طبعا هنا استخدمت جلوكوز 10%، ممكن تستخدم جلوكوز 25%، وبيكون المفروض بتدي 10 ملي أو سنتي لكل كيلو جرام. يعني خروف هياخد في منطقة الصفاق أو التجويف البريتيوني هياخد حوالي من 150 ل 200 ملي أو سنتي بالسرنجة. بنحط السرنجة في المنطقة ديت بزاوية 45 في اتجاه الذيل، في اتجاه ذيل الحيوان أو فتحة الشرج بتاعة الحيوان، وبنعطيه المحلول ده في المنطقة ديت. طبعا بيكون المحلول دافئ بعض الشيء، ما يكونش سخن، بحيث المنطقة ديت مليئة بالشعيرات الدموية والأوردة، وبالتالي امتصاص الجلوكوز هيكون سريع جدا. فالجلوكوز هنا هيرفع الطاقة داخل الجسم. فلما بعد كده نعرض الخروف ده لدرجة حرارة هيكون فيه طاقة داخلية ترفع درجة حرارة الحيوان. لو انت حطيت جنبه شعلة او نار وهو ما عندوش طاقة داخلية او سكريات او جلوكوز، هنا ممكن تعرض الخروف لبعض التشنجات ويموت بسرعة. ولكن لما الخروف يكون عنده مخزون من الطاقة اللي فقدها بسبب الرطوبة اللي كانت في المية، هنا الخروف هيبدأ يستجيب للطاقة دي وجسمه هيسترد درجة الحرارة بسرعة. هنا لما عرضناه للحرارة مع وجود الجلوكوز او الطاقة الداخلية اصبح الخروف ما شاء الله نشيط، وبعد كده بعدها على طول استعاد عافيته وجرى. طبعا الطريقة ديت ممكن تستخدمها مع المواليد حديثة الولادة، هتكون فعالة جدا لو هو السبب في عدم حركة المولود هو انخفاض درجة الحرارة. ده اللي عوزت اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.